أنا عارفة إن موضوع السماح ده مش سهل خالص، مش كل الناس عندها نفس القدرة. ساعات الجرح بيكون غويط لدرجة إنك مهما حاولت تنسى خلاص بقى أنا هغفر وسامح. أنا ممكن أساعدك في خطوات بسيطة جدا تديك فرصة إنك ممكن تسامح، إنك ما تجبرش قلبك إنه يقول أنا سامحت وهو لسه من جواه مولع. اعترف إنك موجوع فعلا وإن الجرح لسه مفتوح. الاعتراف ده في حد ذاته بيخفف الحمل كتير جدا. عارف ساعات الحل بيكون في إنك تسيب مسافة بينك وبين الشخص اللي أذاك فعلا. مش لازم تبقى قريب من اللي كسر قلبك عشان خاطر تثبت له إنك متسامح معاه، بالعكس افصل دايما بين التسامح والرجوع. انت بتسامح عشان خاطر نفسك رقم واحد، عشان انت تكون مرتاح، وأحلى حاجة إنك بتعملها لله سبحانه وتعالى عشان خاطر تاخد الأجر. ركز على نفسك وعلى شغلك، صحابك، هواياتك. لما بتبني حياتك بعيد عن الوجع بتلاقي قلبك واحدة واحدة بيتحرر شوية شوية من كل الحاجات اللي مضايقاه. لو انت مش قادر تقول سامحت، قول يا رب ريح قلبي، يا رب ساعدني أنسى. الدعوة دي خلي بالك بتلين قلبك جدا جدا مع الوقت. ولما تعملها ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى بتلاقي في يوم من الأيام برضو اللي يسامحك على أي غلطة انت غلطتها أو أي حاجة انت عملتها. احنا مش كلنا يعني ملايكة، كلنا بنغلط وكلنا بتصدر مننا حاجات برضو مش تمام. فلما انت تبقى عاملها لله سبحانه وتعالى تدعي ربنا ان هو يريح قلبك ويطبطب عليه، وانك انت قلبك يلين وتسامح وتعفو علشان خاطر في يوم من الايام تلاقي اللي يسامحك ويعفو عنك، دي حاجة حلوة جدا. التسامح ده مش قرار انت بتقوله ولا ضغطة زر انت بتقوم تعملها، لا خالص. يعني واحدة واحدة، تدرج عشان تبقى متسامح. واحدة واحدة بتلاقي الوجع بيخف لحد ما بتلاقي نفسك طبيعي وجراحك كلها بتتلم وبتكمل. السماح مش فرض عليك، السماح اختيار. سيب الزمن هو اللي يشتغل، سيب قلبك ياخد وقته براحتك خالص. مرحلة التسامح دي مش حاجة بتحصل فجأة في لحظة واحدة، دي بتكون رحلة جواك. ممكن تلاقي نفسك بتقول أنا سامحت بس جواك لسه في وجع وغضب، وده عادي جدا. لكن في علامات ممكن تقولك إنك فعلا وصلت لمرحلة التسامح. طيب أنا إزاي أعرف إن أنا سامحت؟ أول حاجة إنك لما تذكر الموقف أو الشخص مش بتحس بنفس النار اللي كانت جواك زمان، حتى لو لسه في وجع بسيط. برضو بتحس إن الغضب اختفى. كمان ما عندكش رغبة في الانتقام زي الأول، مش فارق معاك أصلا تردله الأذى أو تتمنى له إنه يحصل له نفس اللي عمله فيك خالص. بالعكس بيبقى الموضوع مش فارق معاك، وبتبقى شخص حيادي جدا، ولا بيوجعك ولا بيفرحك، مجرد شخص عادي. ساعات كمان بتوصل لمرحلة إنك تفهم إن الشخص ده عمل كده ليه، بسبب نقص مثلا عنده أو جرح. بتفهم وبتتعاطف معاه، يعني بتفهم سبب الموضوع إيه، لأن وعيك بيعلى فبتفهم سبب اللي هو عمله ده إيه. وبيكون الموضوع بالنسبة لك مختلف خالص، بتبصله من منظور مختلف، فبتتعاطف معاه أو بتكون فاهم هو عمل كده ليه. بتركز بقى على نفسك، مش بتبص وراك، بتبص قدامك، بتبطل تبص حواليك، لا بتركز على نفسك أكتر. وبتحس إن أنت كنت مقصر في حق نفسك فكفاية عليهم كده. من علامات التسامح إنك بتحس براحة نفسية، تحس إن في حجر كده كان على قلبك واتشال، تحس إن الحمل اللي كان على قلبك خف جدا، وبقيت تقدر تنام وتعيش من غير الموضوع ما يسيطر عليك خالص ولا تفتكر. أنا عايزاك تفهم بس إن التسامح ده مش معناه النسيان، ولا شرط الشخص يرجع لحياته زي الأول. التسامح الحقيقي هو إنك تتحرر أو تحرر نفسك من الوجع اللي ربطك بالموقف أو بالإنسان نفسه اللي هو ضرك أو وجعك. رحلة التسامح دي رحلة، مش مجرد زر ولا مجرد كلمتين بقولهم وخلاص. فهمتني؟